انا زهقانه، اضرب علبه الكحك ولا اتفرج على مسرحيه شفتها 100 مره. انا هفك البلوك واكلمه. انت عارف ان اي حاجة بتعملها بجسمك سواء بره او في طريقة تفكيرك بتترجم لكيمياء جوه جسمك؟ كيمياء يعني ايه؟ كيمياء يعني نواقل عصبية، يعني هرمونات بتروح لكل جهازك العصبي، وبالتالي بتروح لكل جسمك وكل اعضاء جسمك، فبتأثر على تصرفاتك بعد كده وبتأثر على طريقة تفكيرك. عارف انت لما تبقى زهقان اغلب الوقت ده معناه ايه؟ معناه ان جسمك مش حاسس بالانتعاش، معناها ان العادات بتاعت الاكل والتعامل والتفكير بتخلي جسمك حاسس بالاحباط، وبيطلع هرمونات ونواقل عصبية بتخليه مش في احسن حالاته. عقلك يقعد يقولك روح كل الأكلة دي، أكلة دسمة، أكلة مسكرة، كلم فلان، مع إنك عارف إن أنت لو كلمت فلان دلوقتي هتبقى مبسوط، بس على المدى البعيد أنت مش هتبقى مرتاح قوي. ده عشان عقلك بيحاول يخليك ترجع تاني لحالة الانتعاش. طب ليه أنت ما ترجعهوش بنفسك عن طريق العادات الصحية المستمرة؟ راجع الفيديو ده لتفاصيل أكتر.